بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، هو تخزين الملوخيه الخضراء في الفريزر او تفريز الملوخيه الخضراء. معايا بعد ما قطفتها معايا عودين بنوريكم تقطف ازاي. بتقطفي كل الورق اللي فيها اللي هو السليم يعني، وتاخدي الورده الفوقانيه الاخرى تقطفها معاكي اهو زي ما انتوا شايفين كده. الورده الرئيسيه دي بتاخديها اللي فوق فخر العود من فوق اهي، تاخديها معاكي. دي بتتقل الملوخيه وتخليها لفه معاكي ولها عرق حلو معاكي اهو في التقطيف. هنعمل لكم طريقه النهارده يعني في التخزين او التفريز سهله خالص. بعد ما قطفناها بقى وتنشفها من الميه خالص خالص، بتخليش فيها نقطه ميه عشان لو فيها ميه هتسمر منك. تحطها بقى في اكياس كده تحت اللبن كده اهوت على قد الطبخه بتاعتك. تحط في الكيس على قد الطبخه اللي هتكفيك، عشان ما ينفعش تعملها على مرتين، هي مره واحده وبس اهو. بتطلعي منه الهواء كده بعد ما بتمليها، بتحط على قد الطبخه في الكيس يعني، بتطلعي الهواء كده من الكيس اهوت، وتربطيه بقى زي ما انتوا شايفينها بنربطها كده اهو، والهواء بيطلع معاكي بسهوله خالص اهو. شايفين اهو قدامكم اهيت، والهواء بيطلع معاكي بسهوله لما تطلعيه بالطريقه اللي انت شفتها. بتلفي الكيس كده على بعضيه كده ويطلع الهواء معاكي على طول. هنعمل لكم مره كمان يعني اهوت اهي. حط في الكيس على قد الطبخه زي ما قلت لك اهيت. دي عود فاضل معايا يعني بنقطفه قدامكم اهوت اهو. طلعي تخرجي بقى الهواء كده زي ما قلت لكم، لا فيها هواء ولا ميه، عشان الهواء والميه دي هيسمرها معاكي اهو. وفرزيها دلوقتي، هي كتير في السوق دلوقتي ورخيصه، هتنفعك في الشتاء اهو. شايفين الهواء طالع منها ازاي اهو. هنعمل كيس تاني معاكم، تلات كيس اهوت معاكي اهوت. تحطي برضو على قد الطبخه كده وتخرجي منها الهواء وتتلفيه كده اهوت، وتيجي رابطه معاكي على طول اهو اهو. وجربوها ان شاء الله هتعجبكم، وهتبقى كويسه معاكم وطعمها جميل، وكتبقى خضرة خالص كانها طازه. هتشوفوها في اخر الفيديو انا عاملاها معاكم يعني، مسويها معاكم يبقى بعد ما اتفرزت يعني اهو. فرزت اهوت. شايفين ما فيهاش هوا خالص خالص. الكيس ماسك في الورق خالص ازاي، ما فيهوش ريحه الهوا ريحه الميه، عشان الهوا والميه زي ما قلت لكم هيسمرها. وجربوها هتعجبكم اهو. واعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها بقى. انا هعمل هنا كميه يعني نوريكم بس انتوا تفرزوها ازاي بالطريقه دي. معايا بقى حله هنا اهيت هنسويها معاكم انتوا بعد ما اتفرزت يعني اهوت. هعرفكم هتفرزوها تسووها ازاي. حله وفيها معلقه سمنه اهي، وعليها بصلايه صغيره ومعلقه توم اهو. بصلايه صغيره بتدي طعم حلو خالص للملوخيه. وفيها شويه توم. نحط بقى معلقتين صلصه او معلقه صلصه على قد كميه الملوخيه اللي انت هتعملها، بتدي طعم حلو للملوخيه الصلصه اهي. تحط بقى الشوربه وتغلي معاكي كده على طول اهيت الشوربه. هروح بقى نشوف الملوخيه اهيت في الكيس متفرزه اهيت، هناخدها اهي. تفك الكيس من عليها كده وتقطعها بالسكينه كده، مش بتقطع بتبقى بتقطع معاكي بسهوله خالص. تاخديها بقى في الكبه تطحنيها في الكبه. انا الكبه بتاعتي صغيره ما نفعتش، فهي اللي عندها كبه كبيره تطحن فيها اهو. الكبه هتخليها كويس، تحطها بتلجيها زي ما هي كده زي ما هي بتلجيها كده تقطعها بس كده. انا بقى ما الكبه بتاعتي صغيره فقطعتها بايه بالمخرطه بس بسرعه، ما تخليهاش تفك منك في التلج. شايفين خضره ازاي بعد ما هي متفرزه اهي. هي هتفك منك شويه بالمخرطه بس معلش ما تقلقيش يعني، هتبقى شكلها حلو برضو وطعمها حلو اه. انا بنخرط فيها بالمخرطه اهوت. وانت لو عندك كبه كبيره حجمها كبير، عشان ما ينفعش تحطها على مرتين، حطها كلها مره واحده في الكبه وتضربها وتحطها على طول على الشوربه. انا بقى خرطتها بالمخرطه اهوت عشان الكبه اللي عندي ما نفعتش، كبه صغيره تحت الخلاط العاديه الصغيره. انت بقى لو عندك كبه كبيره اعملها في الكبه الكبيره، هتبقى معاكي حلوه كويسه خالص. واعملها عاوزه تعملها بالمخرطه اعملها بس بسرعه، هتلاقيها بقت معاكي طريه شويه بالمخرطه بس مش مشكله، زي كده انت شايفينها كده هتبقى كويسه برضه في السوا يعني، مش وحشه. طريقه سهله وبس. شايفين خضره ازاي اهو. حطها بقى في الشوربه المغليه كده وتقلبيها كده اهو. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. خضره كانها طازه بالظبط اهي.
هنجيب بقى معلقة سمنة تانية ونحط فيها بقى ايه. انا على فكرة انا حطيت في ال في البتاع في التقلية الاولانية حطيت شوية كزبرة ناشفة اهو. وهنحط برضو في التانية معلقة صغيرة كزبرة ناشفة اهو. في الطشة التانية دي هنحط برضو معلقة توم كبيرة ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة. حطيت برضو في الطشة الاولانية معلقة كزبرة ناشفة وبصلاية صغيرة ومعلقة توم والصلصة والشوربة وخلاص اهو. والملوخية لها طرق كتيرة يعني للخزين اهو. كده طشيت الطشة التانية اهو. دي الملوخية شايفين خضرة ازاي اهو. تحط عليها بقى الطشة التانية كده اهو. شوية توم دول اللي خدتهم كده حطيتهم على الوش. هتاكلها بقى برز بعيش اللي انت عايزاه تاكليه بيها تاكليه بيها. هنجربها معاكم بالرز وبالعيش الاتنين مع بعض اهو. ادي بالرز اهيت اهي. طعمها في منتهى الجمال وزي الطازة بالظبط اهي. ادي بالرز اهي. هنجربها معاكم برضو بالعيش. شايفين خضرة ازاي وطعمها في منتهى الجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.